لقد تفضل الله سبحانه وتعالى علينا بنعم لا تحصى ومنن لا تستقصى، ومن أعظم هذه النعم نعمة الولد، ولا سيما إذا كان الولد صالحا. نعم، نعمة الولد لا يعرف قدرها إلا المحروم منها. الله تعالى جل جلاله قال في القرآن الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأولاد قرة الأعين وبهجة الحياة. نعم، وفوق هذا هم إذا كانوا من الصالحين استمر الثواب منهم لأبويهم إلى يوم الدين، بمعنى أن الولد ما دام حيا يستمر ثوابه لأبيه ولأمه اللذان ربياه على الصلاح حتى لو ماتا. لقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهنيئا لمن كان عنده ولد، وهنيئا لمن كان عنده ولد صالح، وهنيئا وهنيئا. فمن أكرمه الله بنعمة ولد فليعرف قدرها، ومن أكرمه الله بولد صالح فهذا غارق في نعم الله سبحانه وتعالى. وقد أحسن من قال: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيناي من الغمض. لكن إخوتي في الله، بما أنهم نعمة فهم في ذات الوقت أمانة. نعم، أولادنا أمانة في أعناقنا. الحبيب صلى الله عليه وسلم بين لنا حالهم منذ ولادتهم، فقال: بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. هذا هو الأصل. تأتي الخطورة فيما بعد. قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يأتي مولودا على الفطرة موحدا لله جل جلاله، لكن المسؤولية الأب والأم هي الأمانة التي تترتب على أعناقهم في تربيته، إما أن يخرجاه مسلما أو يخرجاه كافرا، إما أن يخرجاه تقيا صالحا أو فاجرا عاصيا. والحبيب عليه الصلاة والسلام قال: وإن لولدك عليك حقا. نعم، ولدك، والمقصود به الآن البنت والولد، وليس المراد فقط الصبيان، إنما البنت والولد لهما حق عليك. قال الله جل جلاله في محكم تنزيله مبينا هذا الحق في القرآن، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، جاء الأمر بالوجوب من الله سبحانه أن تقي أهلك وأولادك نار جهنم. وهنا يأتي السؤال: كيف أقيهم؟ أقيهم بتعليمهم الإيمان، بتعليمهم الدين، بزرع الصلاح في قلوبهم، بمحبة الصالحين، بزرع التقوى وخوف الله عز وجل، بزرع مكارم الأخلاق فيهم، لا زرع المفاسد والفواحش التي تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي. هنا يأتي الحذر ويأتي التنبيه إلى إخواننا جميعا، شبابا وكبارا، ومن يريد أن يقدم على الزواج حتى نقول له: هيئ نفسك، الزواج مسؤولية،
هيئ نفسك، أنت تبني أسرة ستحاسب عليها عند الله عز وجل، وهي أمانة. وقد قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فهم أمانة، حسن تربيتهم واجب في أعناقنا. لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو.